هلا، شلونكم؟ قبل لا اشاهدون الفيديو انطلاق الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس حتى كل شيء يوصلكم جديد مع التوضيح. ستعود انقلكم اخر الاخبار نوضحها لكم. طبعا باخر الاخبار اول شيء ان يوم غدا اجتماع هيئه الرأي في وزاره التربيه يناقشون المواضيع اللي تخص الطلاب، وراح نقول لكم شنو يصير وهل اكو استجابه من الوزاره وكذا باخر القرارات. بالنسبه للطلاب في ثالث متوسط اللي يستلمون، هل احنا بثلاثه نمتحن او نعتبر راسبين والى اخره، حتى القرارات اللي او المناشدات اللي صارت على المراحل غير منتهيه بخصوص القرار اللي يجيهم واضافه الدرجات والى اخره. فاحنا ان شاء الله راح ننتظر هذا الموضوع، واكيد اول ما راح انه يصدر اي قرار من التربيه راح ننشره لكم. يوم غدا هو اجتماع للوزاره ونشوف شنو يصير حتى نرد لكم الاخبار ان شاء الله. كذلك لا ننسى انه اكو يعني تعميم اجى من اللجنه الدائمه للامتحانات على بعض المحافظات على انه بثلاثه يمتحنون، وبعدين نشروا تربيه المثنى والنجف والانبار وغيرها، ومن نفت الوزاره انه حذفوا هذا الشيء اعتبارا انه على اساس ما جاء كتاب رسمي. وبعدين هم صارت مناشده من لجنه التربيه النيابيه بخصوص قرار الثالث متوسط اللي هو بثلاثه يمتحنوا وكذا، يعني صارت هواة تداخلات بهذا الموضوع. احنا ننتظر الحسم من وزاره التربيه حتى يصير بشكل رسمي، وكذلك القرارات اللي تفيد الطلاب انتظرونا يوم غدا ان شاء الله. اما الخبر الثاني فهو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء صوت على اعتبار عيد الغدير عطله رسميه للجميع. العطله الرسميه هي للجميع. طبعا نعرف احنا هاي السنه احنا باعتبار عبرنا عيد الغدير او هذا العيد، لكن انه من السنه القادمه وصاعدا راح تعتبر عطله رسميه في كل يوم من عيد الغدير، يعني باعتبار انه كل عيد غدير كل سنه راح تكون عطله رسميه ولجميع المحافظات العراقيه ان شاء الله. صوتوا على هذا القرار بشكل متاخر، يعني بعد ما عبرنا، يعني باعتبار توهم قبل قليل، لكن من السنه القادمه وفيما بعد راح يطبق هذا القرار. اما الشيء الثالث، محافظه ذقار تعطل الدوام الرسمي يوم غدا الاربعاء. يوم غدا الاربعاء ان شاء الله راح تكون عطله رسميه وين او عطله وين؟ في محافظه ذقار اللي هي الناصريه. هواي هسه الطلاب يقولون احنا شنو راح تفيدنا هذه العطله، ما اساسا احنا معطلين وكذا. لا، هذه العطله هي للجميع، سواء كانوا انه طلاب انه موظفين كذا، من هذه الامور العطله هي تشمل الكل. فكل التوفيق لكم يا رب. طبعا انتظرونا، واحنا دائما نقول لكم كل الاخبار، نقول لكم كل القرارات، نشارككم على التليجرام وعلى اليوتيوب، ورابط قناه التليجرام بالوصف اول تعليق، حسابي الانستغرام والوزاره بالوصف اول تعليق. كل التوفيق لكم يا رب، وانتظرونا بس كل شيء جديد مع التوضيح. موفقين، لا تنسوا اللايك والاشتراك.